هذا طبق كسكس بالسبانخ، ونعدوه بنفس الطريقة ويكون بالرجلة اللي هي نقولوا لها البندرق أو البرزقالة. أما هنا راهي معدود الطبق بكسكس وسبانخ، كسكس سبانخ لحم أو دجاج. نستعملوا ثاني الخضر لكن ليس كثير، نستعملوا القليل من الخضر، يعني عدة أنواع لكن بكمية قليلة، لأن الكسكس يعتمد أساسا على السبانخ. هنا راني وجدت البربوشة أو حبات الكسكس، طبخناهم على البخار، وبجنب وجدت مرق الكسكس اللي هي باللحم كما قلت، والقليل من الخضار والسبانخ. هنا راهي كانت الفورة الأخيرة، يعني المرة الأخيرة اللي طبخت حبات الكسكس على البخار، زدت لها الملح والزبدة أو ملح وزيت مثل الرغبة. ومن بعد ما تخلصت من هذوك قطع العظام اللي كانوا في المرق، رايحين نقوم بعملية نسقو كما نقولوا، نسقيو حبات الكسكس، وبهكذا نقدموها للعائلة وبالهناء والشفاء والرحمة إن شاء الله. للإفادة فقط، هذا طبق صحراوي وهو أحد الأطباق الكسكس الصحراوي، لأن الكسكس أنواع عديدة وطرق عديدة في إعداده. احنا رايحين نبدأ نسقي هكذا باش نمد للعائلة كل واحد ياكل. كذلك نمد القصعة اللي رايحين نخرجوها، نمدوها الجيران إن شاء الله مثل عاداتنا وتقاليدنا. السبانخ هي مادة، السبانخ احنا نعملوها أو بالسبانخ أو بالرجلة. الرجلة هي مادة عظيمة، هي عشبة عظيمة أو نبتة عظيمة، كرمها الرسول وقال عنها: أنبتي حيث شئت فإنك مباركة. أما هنا رانا عدتها بالسبانخ، والسبانخ كذلك غنية بالحديد، مفيدة لجسم الإنسان، للجهاز الهضمي. السبانخ غنية بمادة الحديد، تقاوم فقر الدم، نقص التركيز، تساعد على التركيز للأطفال في المدارس. أكلة خفيفة في العشاء كذلك نستطيع أننا نأكلوها ونرقدوا متهنين على الجهاز الهضمي. هكذا نقدمها، هذه هي طريقتي في تقديم الكسكس. هكذا يكون المرق في الوسط، ونستطيع نسقو وناكلو بدون ما كل مرة نبقى ونجيبو في المرق. أنا نستعمل هذا الطريقة، ومن بعد الأخوات كل واحدة هي حرة في التقديم. أنا نحب نستعمل هذه الطريقة في التقديم، وحقيقة كل اللي يشوفها تعجبه ويقدم مثلي. طريقة ممتازة وسهلة، وكي نكونوا ناكلوا سهل أننا نسقوا ونتعشوا في نفس الوقت بدون ما نروحوا كل مرة نجيبوا المرق ونسقوا. لهنا في الطريقة هذه المرق يكون أمامنا، وحبات الكسكس تبارك الله بيضين وزينين مفتولين على اليد ورطبين، مفورين 3 مرات على البخار. وإن شاء الله رايحة نعمل سلسلة للأطباق الصحراوية للكسكس، وفي أمان الله.